عملت النهارده بقى حبة باتيه محشيين بالجبنة، حاجة بقى ولا في الخيال، واحلى من بتاع الفرن، طعم وريحة، حاجة مش عايزة اقولكم. تعالوا يلا نشوف عملنا ازاي. هنعمل مع بعض النهارده الباتيه بالجبنة بطريقة سهلة جدا. المدارس داخلة طبعا وعايزين كلنا نعمل الحاجات دي في البيت. اول حاجة في مقادير الباتيه: كوباية لبن دافي، 3 معالق كبار سكر، نص كوباية زيت، نفس الكوباية اللي انا عايره بيها اللبن بعاير بيها ربع كوباية زيت، ربع معلش غلطنا، رشة ملح بسيطة، معلقة بيكنج باودر، معلقة كبيرة خميرة، معلقة خل، وأقلب كل الكلام ده على بعضه. بسم الله. طبعا كلنا عارفين ان الخل بيساعد على المعجنات تعلى وتبقى هشة كده وجميلة. يبقى زي ما قلت لكم كده المقادير، هقولها لكم تاني: كوباية لبن دافي، 3 معالق سكر كبار، معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة خميرة، وربع كوباية زيت. وهقلب كل الكمية دي، المقادير اللي انا بقول لكم عليها دي هتعمل نص كيلو دقيق. هنزل بالدقيق بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم، وهلم بقى كده كله مع بعضه. دي بتبقى بأسهل الطرق، يعني أسهل من كده مش هتلاقي. هلم العجينة واوريكم شكلها عامل ازاي. بعد ما المها ان شاء الله هسيبها نص ساعة تخمر، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. دي شكل العجينة بتاعتنا اهي بعد ما لميتها، عجينة طرية وجميلة. هسيبها بقى نص ساعة تخمر، غطاها كويس واسيبها نص ساعة، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بعد ما العجينة خمرت هنجيبها ونفردها كده على صينية طويلة كده، نفردها خالص من بقى الصينية. نفردها كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه، وبعد كده هدهنها زبدة، هقطعها الأول كده قصاد بعض كده، زي ما انتوا شايفين كده، هقطعها قصاد بعض.
حطينا بقى زبدة، وهبدأ بقى أتنيها كل واحدة على التانية زي ما انتم شايفين كده، وأقلب كده لقدام اللي قطعتها أحطها على التانية، عشان لما أجي أعملها تبقى العجينة كلها مورقة كده وطبقات على بعض. زي ما انتم شايفين كده. هسيبها بقى زي ما هي كده كمان ربع ساعة، ربع ساعة وأوريكم هنعمل ايه. بعد ربع ساعة هفرد برضو العجينة بتاعتي، هعمل بقى الصينية برضو تاني عشان أبدأ بقى أشكلها وأحشيها. بعد ما فردتها خالص زي ما انتم شايفين كده، هقطعها بالتساوي بقى، اقطع بالتساوي على حسب ما انت حابة حجم البداية بتبقى قد ايه. ديت انا هشتغلها عشان مش مسوية، وهعمل دي هعمل دي معاكم، بعد كده اكمل بقى مع نفسي. انا فردتها شويه كمان اهي عشان تبقى رقيقه ويبقى الطبقات بتاعتها كتيره، وطبعا هنحشيها جبنه عاديه. انت طبعا حابه تحشيها باي نوع عادي مش مشكله. انا بتاعتي ديت حشيها بجبنه فلاحي. بس كده، وهنسيبها بقى في الصينيه تخمر تاني كمان نص ساعه. بس حاولي وانت بترصهم في الصينيه ما تخليهمش مزنقين في بعض، يعني ابعدي كل واحده عن التانيه لان طبعا لسه حجمهم هيتضاعف. ولما نوصل للمرحلة الأخيرة قبل ما ندخلهم الفرن هندهن وشها لبن. أحسن حاجة تدهين وش الباتيه بلبن، بلاش بقى أبيض وكلام من ده. وهنحط بقى حبة البركة وحبة سمسم. لما أخلص بقى الكمية بتاعتي وأوريكم شكلها عامل ازاي إن شاء الله لما تخلص. وده كان شكل الباتيه لما طلع من الفرن. حاجة بصراحة ريحة وطعم جميل جدا، أحلى من الفرن 100 مرة. حاجة انت اللي عاملاها وضمناها وضمن نظافتها، ولا اتعرضت في الشارع ولا للتراب ولا للدبان ولا لأي حاجة. أتمنى لو الفيديو عجبكم متخلوش عننا بلايك ومشاركة للفيديو ومشاركة في القناة. أشوفكم فيديوهات جديدة إن شاء الله.